السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في فيديو اليوم اللي راح يكون آخر وصفة من حلويات العيد. الوصفة هذه كامل تعرفوها وكامل تحبوها ودايما حاضرة في طاولة العيد. راح نديروا البنيون بأسهل الطرق اللي يوجد في 10 دقائق، يعني بنيون إكسبريس. ما تبقايش تكوري بالحبة وتطلي بالحبة، ديريها في سنيوة وقطعي كيما زمان والنتيجة راح تكون ما شاء الله. ديري جيم وابوني وروحي نبداو الطريقة. نبداو أول حاجة نوجدوا البسكويت تاعنا اللي رانا رايحين نرحيوه. أنا دايما نحب نستعمل بيمو غاليت، يعني بنيون تاع بكري على أصولو، وهذا الخطرة راح نزيد معاه حبيبات تاع مادلين، ماشي بزاف. البيمو يبقى دايما هو غالب. المادلين راح نديروه باش العجينة تاعي تجيني رطبة، باسكو كيما قلت لكم راح نديروه في سنيوة، معناتها لازم تكون عندنا عجينة رطبة اللي كي نديروها في سنيوة نقدروا نسقموها فاسيلمون، وحتى كي نليموها راح تتليم منا مليح، ومن بعد كي تخلوها تبرد ونقطعوها ماهيش رايحة تتفتت. تقدروا تستعملوا اي نوع واحد اخر تاع بيمو يكون متوفر عندكم، وتقدروا ديروه حتى الا كان عندكم كاش قاطو تاع العيد خسر لكم ولا تفتت، تقدروا ترحيوه وتزيدوه. شوفوا لهنا كيفاش رحيتو، مش عارفه الا راهو يبان لكم راهو رطب بزاف، يعني لو كان نزيد له اي حاجه سائله باش نطمو راح تولي عندي عجينه فاسيلمون. شوفوا البنيون صح هو وصفة سهلة، غير تخلطي المكونات وتطميها بصح باش يجيك متوازن ويجيك البنين من الأحسن تكيلي يعني تستعملي الكيلة. يعني دوك البيمو اللي رحيتو راح نكيلو قبل ما نزيد المكونات الأخرين، ودايما البيمو ولا البسكوي اللي تستعملوه هو اللي يكون غالب. نديرو منه 3 كيلات، وأنا الكمية اللي رحيتها عطاتني 3 كيلات بهذا الكاس، يعني درت 3 كيلات بيمو مادلين اللي كنت رحيتهم، زدت معاه كيلة ناقصة اللي كانت فيها الفيتين مع شوية جوز كانوا مرحيين. هذه اختيارية صراحة، أنا كنت خدمت بيها قاطو واحد اخر وبقات لي درتها في البنيون. كما قلت لكم البنيون تقدروا تستعملوا اي نوع تاع قاطو يكون تكسر لكم ولا فاضل لكم. زدت نص كيلة تاع مكسرات اللي كنت حمصتهم ورحيتهم مليح، حتى هما كانوا مخلطين ما كانش نوع واحد، يعني كامل واش بقى لي من الحلوى حمصته ورحيته مليح ودرته. ما تتقيدوش بنوع واحد، تقدروا ديروا الجوز وحده وتقدروا ديروا الكاوكاو وحده وتقدروا تخلطوا كامل واش عندكم. هذا هو السر تاع البنيون، هي وصفة واحدة بصح كل دار البنيون تاعها كيفاش يجي وتجي البنة تاعو وحدها. هنا كنت بديت نطم في البنيون بعد ما درت له مغرف تاع كاكاو كبيره. الكاكاو اختياري، انا دائما نحب نقص له الحلاوه نزيد له هذيك المغرف تاع الكاكاو، تقدروا ما ديروهاش. بديت نطم فيه بالشوكولا كيما شفتوا، درت علبه تاع شوكولا هذيك الصغيره بصح اكيد مش راح تكون كافيه، زيد معاها العسل حتى تنطم لي، وهذا هو القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. شوفوا العجينه تاعي كيفاش راهي، كي نديرها كويره ما تتفتتليش، والعسيله دات لي تقريبا كاس. جبت هذا البلا تاع الزجاج هو اللي راني رايحه ندير فيه، تقدروا ديروا اي سنيوه تكون عندكم. وانا لهنا كنت درت له ساشي، تقدروا ديروا بابي كويسون ولا بابي فيم ولا ساشي كيما انا، غير باش من بعد كي نديموليوه نقدروا نرفدوه فاسيلمون ونقسموه فاسيلمون. بسطت لاباط تاعي وعاونت روحي بهذه الاداه تاع الخبز، نورمالمون كامل تعرفوها، باش يجيني السطح متساوي ويجيني الحبات كامل كيف كيف. كي كملت شفت بلي الطبقه تاع البيمو راهي بزاف رقيقه، معناتها البلا تاعي راهو كبير، بدلته بهذه السنيوه اللي كانت صغيره في الحجم. وشوفوا علاش قلت لكم ديروا ساشي ولا بابي كويسون، شوفوا كيفاش رفدته بكل سهوله. ما عاودتش خدمت لاباط تاعي من الاول، عاود سقمت السطح شويه بنفس الاداه، وراح ندخل السنيوه للفريجيدير باش الشوكولا والحسيله يتجمدوا ويشدوا روحهم. في نفس الوقت نروح نوجد الشوكولا اللي راح نديرها من الفوق. كنت قطعت هنايا تقريبا 200 غرام تاع شوكولا، واستعملت هذه النوعيه دادا تاع كيلو، نحيت منها بارة واحده الا مانيش غلطه تجي فيها 200 غرام. تاع في حمام مائي، زدت لها مغرف كبيره تاع زيت وبديت نفرغ فيها على السنيوه تاعي بعد ما كان البنيون نبرد. وشوفوا شوكولا كيفاش راهي ذيبت لي مليح. باش تتحصلوا على هذا الشوكولا تكون هكا ذيبه ماشي ثقيله، لازم كي تكونوا حتذوبوها تكونوا قطعتوها صغيره الماكسيموم، باسكو الشوكولا ما لازمش تطول على النار راح تنشف لكم. قطعوها صغيره بزاف وما تحطوهاش على البان ماغي حتى تشوفوا الماء في الكسرونه بدا يغلي، ولازم تبقاو تحركوا فيها. كاين بزاف اللي يغلطوا يحطوها على النار يروحوا ويخلوها التحتانية تذوب ما تجي تذوب الفوقانية راح تتحرق كامل، هذيك اللي متاع تمام الأحسن تبقاو غير تحركوا فيها. فرغت الشوكولا تاعي، عاود رجعت البلا تاعي للفريجيدير باش تجمد ونقدر ندير الطبقة تاع التزيين. كيما شفتوا الشوكولا اللي بقات لي درت لها شوية بيضة باش غير نخالف لاكولور، وحدة تجيني رايحة للكراميل والاخرى تكون فونسي. درت بها خطوط بهذا الشكل ومن بعد راح نعاكسهم بالكيردون باش نتحصل على الشكل اللي نديروه في الميلفاي من الفوق. والتزيين كما نقولكم دايما يبقى اختياري ليكم، تحبوا ديروا هذا
خطوط ولا تحبوا تحطوا فوقهم حبة جوزة ولا كل واحد يزين كيما حب. رجعوا البنيوان تاعكم للفريجيدار ولا كنتو مزروبين للكونجيلاتور ومن بعد باش تجبدوه كي يحكم روحو مليح تجبدوه وقسموه. واذا درتوه في الكونجيلاتور كي تجبدوه خلوه تقريبا 5 دقائق باش تبداو تقسموه باش الشوكولا ما تكونش يابسه بزاف. وباش تعاونوا روحكم ثاني وما تتكسر لكمش من الفوق كل مره تجوا رايحين تدخلوا الموس وتقسموا حبه لازم ديروا الموس تاعكم في الماء السخون باش يذوب لكم هذيك الشوكولا وقسموه كيما حبيتوا. تحبوا ديروه معينات ولا تحبوا ديروه مربعات. هي النتيجه لاخر وصفه من حلويات العيد. ان شاء الله تكون عجبتكم. لهنا ما يكون نبقى لغير نقول لكم صحة رمضانكم تقبل الله منا ومنكم وصحة عيدكم ونتلاقى في وصفة جديدة بعد العيد إن شاء الله.